السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم تامر الصبري مفسر الأحلام على قناة علم الإمام المهدي. حلقة اليوم بتاريخ 17/1/2023. حلقة اليوم هنفتح ملف كانت قفل من فترة من عدة شهور كتير، وهو الرؤى اللي تخص الشيخ أحمد الجوهري. طبعا في إخوة كتير بتتابع أو كانت بتتابع الشيخ أحمد الجوهري، وهو عمل ليه فيديو كان يعتزل فيه، ولكن احنا جالنا طبعا احنا القناة عندنا بتستقبل رؤى كتير للشيوخ وأصحاب القنوات وأصحاب النفوذ. في منها رؤى بنروح مخرجينها ننزلها بفيديوهات ونفسرها، وفي رؤى كنا بننزلها وما بنفسرهاش، إرادة ربنا هي اللي بتتحكم في كل شيء في تفسير الرؤى. وفي رؤى أنا بحتفظ بيها وما كنتش بخرجها أصلا ولا بفسرها، ولكن رؤية اليوم عن الشيخ أحمد الجوهري، وأنا أقول لحضراتكم إيه السبب اللي أنا عدت نشر هذه الرؤية ديت تاني. الرؤية هتكون في الجزء اللي هو في الفيديو ده بس صوت، ولكن الفترة اللي فاتت ديت الأيام القليلة الماضية جات لنا رؤى تخص الشيخ أحمد الجوهري. يعني حضراتكم تعرفوا اللي هو اختفى. طبعا أنا الرؤى دي أنا مش هخرجها غير اللي في وقتها، ولكن أنا فسرت بعضها. وطبعا انا عندي ملفات لما بكتب احمد الجوهري الشيخ احمد الجوهري او اكتب الجوهري بيظهر لي كل الرؤى اللي بتخص الشيخ احمد الجوهري. فطبعا للامانه العلميه انا لازما اخرج الرؤى دي بس مش وقتها، ولكن في رؤيه كنا نشرناها بتاريخ 29/9/2021 تخص الشيخ احمد الجوهري، ودي اللي هتكون في الجزء اللي هو الصوتي من الفيديو. ولكن مضمون الرؤى اللي هي جات لي الايام اللي فاتت دي تخص الشيخ احمد الجوهري ان الامام المهدي كان معاه خاتم، والخاتم ده فيه رأس فرعون وقلادة فيها قمر لم يكتمل. طبعا الامام المهدي ادى الخاتم للشيخ احمد الجوهري، فلما هو اداله الامام المهدي قال للشيخ احمد الجوهري، قال له عندما يكتمل اللي هو القمر، لان القمر لم يكتمل، عندما يكتمل القمر سوف تجدني بين الركن والمقام. طبعا احنا بيجي لنا رموز كتير تخص خروج الامام المهدي وتخص الركن والمقام، ولكن فيها رموز وإشارات بتكون عاوزة واحد متمرس أو عنده علم، خصوصا يكون علم يخص الإمام المهدي. الإمام المهدي بيقول له عندما يكتمل سوف تجدني بين الركن والمقام. الرؤى اللي جات لي الأيام اللي فاتت، هل الشيخ أحمد الجوهري اعتزل اليوتيوب بسبب كان بيبحث عن الإمام المهدي وجه في فترة يأس أو جه في فترة تعب من البحث عن الإمام المهدي؟ ومع إن أنا سمعت إن الشيخ أحمد الجوهري كان فاتح قناته من سنة 2011 وكان بيتابعه إخوة كتير. الشيخ أحمد الجوهري اعتزل فجأة مرة واحدة بدون سابق انذار، وطبعا اختفى من على السوشيال ميديا ومحدش عارف سبب اختفائه. وجات لنا رؤية الفترة اللي فاتت بتشير ان الشيخ احمد الجوهري سلسلة في حلقة من حلقات الامام المهدي. الرؤى بتقول ان الشيخ احمد الجوهري ان شاء الله باذن الله راجع على السوشيال ميديا وبقوة عشان يخرج المعلومات اللي عنده، لان الرؤية هنا الامام المهدي
قال له عندما يكتمل القمر سوف تجدني بين الركن والمقام. أنا هسيب حضراتكم مع الرؤية. الرؤية كانت بتاريخ 29/9/2021. هل الشيخ أحمد الجوهري هيرجع تاني السوشيال ميديا؟ وما هو السر اللي كان مخبيه في قلبه ومحدش يعرفه والرؤى كشفته؟ تابعوني بعد فاصل. صاحب الرؤيا بيقول: رأيت نار على شكل عاصفة تحاول النيل من الشيخ الجوهري وهو يستنجد بالمهدي، فقال: ارمي تلك العصا فأسلختنا تحرق الحديد والخشب. فأسرع الشيخ أحمد الجوهري برميها في بئر عميق، فجاء كلب أسود يحاول أن يدفعه في البئر. خفت من هول ما شاهدته، فجاء المهدي وقال له: لو تعلم تؤل الأمانة لما تعبت نفسك في التجول بين عوالم يمكن أن تؤذيك. فأعطاه المهدي خاتم في رأس فرعون وقلادة فيها أمر لم يكتمل، فأجابه المهدي: عندنا يكتمل سوف تجدني بين الركن والمقام. فهمس في أذنه، فضحك الشيخ أحمد هو يقول: لكل زمن علماؤه ولكل برهة سلطان مبين. فرد عليه المهدي: لقد نجوت من البئر فلا تعد إلى هنا مجددا. انتهت الرؤية، كانت بتاريخ 29/9/2021. الرؤية دي لسه جايالي النهاردة الصبح وحبيت أوصلها لحضراتكم. طبعا أنا هدي موجز صغير عن تفسير هذه الرؤية. طبعا الرؤية اللي فاتت اللي كان فيها صراع عند الشيخ أحمد الجوهري ما بين الشيطان والنفس والدنيا، ودي برضه هسيبها لحضراتكم. الرؤية دي كان فيه صراع داخلي عند الشيخ أحمد الجوهري وربنا نجاه منه. الظاهر والله أعلم الرسالة أو الفيديو اللي أنا نشرته وصل للشيخ أحمد الجوهري. ناس كتير كانت بتدعي للشيخ أحمد الجوهري اللي ربنا ينجيه من الابتلاء اللي هو الداخلي اللي هو النفس والدنيا والشيطان، وربنا أراد اللي ربنا ينجيه من هذا الابتلاء بهذه الرؤية اللي هو ربنا نجاه من البير اللي هو وقع فيه. والبير ده والله أعلم هو الهوى أو النفس، والهوى والنفس ديت بتوصله اللي هو يبقى شخص متكبر. فهنا في آخر الرؤية بيقول: فرد عليه المهدي: لقد نجوت من البئر، يعني ربنا وقف معاه في المحنة اللي هو كان فيها. أي أخ أو أخت عنده رؤية تخص الإمام المهدي أو علوم آخر الزمان يبعتها لي على الواتس، ورقم الواتس أمام حضراتكم. عجب حضراتكم الفيديو ما تنسونيش بإعجاب وتعليق ومشاركة الفيديوهات على السوشيال ميديا على الواتس وعلى التليجرام. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.